في واحد الليلة وسط المحيط الهندي كانت واحد السفينة تجارية كبيرة غادا للوجهة ديالها، ولكن الحاجة اللي ما كانوش عارفينها الطاقم ديال هاد السفينة هو ان الرحلة ديالهم غادي تكون من أسوأ الرحلات التجارية في العالم ومن أسوأ الرحلات التجارية في تاريخ السفن. المهم وهاد السفينة وهي غادا قصد الوجهة ديالها، الطاقم ديال السفينة غادي يشوف بزاف ديال القوارب ديال الفانتوم اللي كتتميز بالسرعة الفائقة ديالها، وشوية وهما يقربوا لعندهم وهما يسمعوا الصوت ديال القرطاس وسط هذاك الهدوء اللي كان في الليل. وخلال دقائق معدودة ولات السفينة تحت السيطرة ديال المسلحين اللي كانوا في هادوك القوارب ديال الفانتوم، والطاقم ديال هاديك السفينة عرفوا شنو هو السبب ديال الاحتجاز ديالهم. هادو هما القراصنة ديال الصومال، الظاهرة اللي دارت الرعب في العالم وفي اي سفينة كتحاول تقرب للمحيط الهندي ولا الساحل الصومالي. السلام عليكم الاخوان، انا رضوان من قناه ديال بودكاستر، واليوم غادي نهضروا على دوله الصومال. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نفهموا مزيان هذه الدوله هذه اللي عانت بزاف ديال الاعوام من الاستعمار والانقلابات السياسيه والعسكريه ايضا. والفيديو ديال اليوم غادي يكون عامر بالمعلومات والقصص الغريبة، وانا متأكد ما غاديش تخرج من الفيديو حتى تعرف بزاف د المعلومات على هاد الدولة. وخليكم متحمسين ونقولوا بسم الله ونبداو. وكيف ما كنعرفوا بان القارة الافريقية عانت بزاف من الاستعمار وخصوصا في المناطق الاستراتيجية في هاد القارة، وبحال هاد المنطقة اللي كتتواجد فيها الصومال اللي كتعتبر واحد المنطقة من أهم المعابر والطرق التجارية في العالم. الدولة ديال الصومال تعرضت للاستعمار في البدايات من القرن الماضي، والاستعمار قسمها لجوج ديال المناطق رئيسية. في الشمال كانت المنطقة اسمها الصومال الإيطالية اللي كانت تحت السيطرة الإيطالية، والمنطقة اللي كتتواجد في الجنوب كانت منطقة اسمها الصومال البريطانية اللي كانت تحت السيطرة ديال الاستعمار البريطاني. بسبب ديال هاد الانقسامات نادت بزاف ديال المعارك في الحرب العالمية الثانية. ودابا غادي تمشيو معايا لسنة 1960. في هاد العام الصومال استقلت من الاحتلال البريطاني، ومن بعد 3 أيام استقلت الصومال من الاحتلال الإيطالي. ومن مور هاد الاستقلال تم توحيد الوحدة الترابية لدولة الصومال. ومن بعد هاد الاستقلال عاشت الصومال سنوات من الأمن والأمان، ولكن مع الأسف هاد الاستقرار ما دامش، حيتاش في سنة ديال 1969 تم اغتيال الرئيس الصومالي. ومن بعد الاغتيال ديال الرئيس الدولة نضت فيها الفوضى، وكل شي كيفكر شكون اللي غادي يرجع رئيس للدولة. ومن بعد يومين فقط من الفوضى استولى الجيش الصومالي على السلطة، واعلن الجنرال ديال الجيش محمد سياد بري على نفسه رئيسا للصومال. ومحمد سياد بري حكم الصومال لمدة 22 سنة. وفي عام 1977 دخلت الصومال في حرب مع إثيوبيا، وهاد الحرب ناضت بسبب واحد الإقليم بيناتهم. وفي البداية دخلت الصومال واحتلت إقليم داخل إثيوبيا، ولكن مع التحالف السوفيتي مع إثيوبيا قدرت إثيوبيا تعزم الجيش الصومالي. وهاد الحرب دخلت الصومال في أزمة اقتصادية كبيرة، ومع الوقت انتشر الفساد والفقر والانقسامات القبائلية. وكيف ما كنعرفوا بأن الانقسامات القبائلية ديما كتعارض الحكم، والرئيس الصومال في البداية قدر يقمع المعارضين ويعتقل الآلاف منهم، ولكن هاد المعارضة ولات قوية من طرف دول عندها مشاكل سياسية مع الصومال. وبهذا الدعم الخارجي قدرت المعارضة تجري على الرئيس يخرج من الصومال، ومن هذه اللحظة تغير كل شيء. وللأسف تغيرت الأوضاع للأسوأ، حيت ولات الصومال بلا سلطة، وبهذا السبب غادي تبدا واحد الحرب آلية طاحنة كتطحن الخضر واليابس. ومن بعد ما انهزمت الحكومة في الصومال في البدايات ديال التسعينيات ناضت فوضى وتقسمت الصومال لمجموعة من المناطق كيحكموها الميليشيات، وكل قبيلة من هاد الميليشيات كيحكموا منطقة في الصومال. ومن بعد ما كبرت الفوضى وتوسعت ولاو بزاف ديال الدول كيستغلوا المحيطات في الصومال اللي كيتعتبر أطول ساحل في أفريقيا. ومن بعد ما قامت مجموعة من القوارب الصيد الأجنبية باستغلال الفرصة والفوضى، وقاموا بالصيد قدام السواحل الصومالية اللي هي الثروة الوحيدة اللي كيعتمدوا عليها الناس في الصومال باش كيترزقوا الله.
والاستمرار ديال الصيد في الصومال من طرف الدول الأجنبية زاد أكثر من الأول، وهذا الشيء زاد من الغضب ديال الشعب الصومالي، حيتاش بكل بساطة ما بقاوش كيجبروا ما ياكلوا. وزادت الأزمة في البلاد، وحيتاش ما عندهم شي جيش اللي غادي يحميهم من هذا الاستغلال. وخاصنا تكون في بالنا ونعرفوا بأن أكثر من 80% من الصوماليين كيعتمدوا على الصيد والثروة البحرية كمصدر دخل رئيسي. وعلى هادشي فاش تسرقت ليهم الثروات ديالهم حسوا بظلم كبير، حيتاش تسرق ليهم رزقهم. ولكن للأسف ماشي هذا هو المشكل الوحيد اللي تعرضت ليه الصومال، حيتاش بعض الدول بحال إيطاليا وسويسرا اللي استغلوا الغياب ديال السلطة في البلاد ورماو البقايا ديال النووي وتخلصوا منها حدا السواحل الصومالية. في واحد الصباح تفاجئوا الصوماليين بالآلاف ديال البراميل النووية المشعة في الشواطئ، وهادشي طبعا لوث المياه ديال البحر وقتل الآلاف ديال الأسماك والكائنات البحرية. وهادشي طبعا أثر بشكل كبير على الصيادين اللي هما متأثرين أصلا من السرقة ديال الثروات ديالهم الدول الأخرى، واللي جرى ليهم كان ظلم كبير وزاد من الشعور ديالهم بالظلم. وهادشي خلاهم يبغيو ينتقموا ويردوا على أي واحد قرب من الصومال. ومن هاد اللحظة غادي تبدا القرصنة، والقرصنة ظهرت في الصومال في التسعينيات، وظهرت بسبب الانعدام ديال الاستقرار وعدم وجود السلطة داخل البلاد، وبسبب الاستياء ديال الصيادين اللي عانوا من السرقة ديال الثروات ديالهم من الدول المجاورة. وما ننساوش التلوث ديال المياه. والقرصنة في الصومال صراحة ما بدات كقرصنة، ولكن بدات بطرد ديال السفن اللي كيحاولوا يقربوا من المياه ديال الصومال، ولأي واحد كيحاول يصطاد في المنطقة ديالهم. وبخلاصة كان على شكل حراسة وحماية المياه الإقليمية ديال الصومال. والحاجة الوحيدة بكل بساطة اللي كتبرر هادشي هذا هو أنهم في البداية كانوا مسمين راسهم حراس السواحل، واللي كيبين على أن الهدف ديالهم ماشي هو القرصنة، ولكن الهدف ديالهم هو حماية السواحل ديالهم. ولكن هادشي هذا كامل غادي يتبدل في السنة ديال 2004. في السنة ديال 2004 ضرب واحد الزلزال وسط المحيط الهندي، واللي أدى ونتج على واحد من أكبر التسوناميات في المنطقة، اللي ضرب كل من إندونيسيا وتايلاند والهند وبزاف ديال الدول. وهذا التسونامي قتل أكثر من 4 مليون شخص، وقدر يدمر بزاف ديال الدول وخصوصا المدن الساحلية في هذه الدول. وبالقوة ديال هذا التسونامي قدر يوصل للصومال وقتل تماك أكثر من 300 شخص وضرب أغلب المدن الساحلية. وتخيلوا معايا بالقوة ديال هذا التسونامي بعض القرى في الصومال اختفت كليا على وجه الأرض. وهاد العاصفة قدرت تدمر الأغلبية ديال القوارب الصيد، وماشي غير هادشي. وللأسف الشديد هاد العاصفة دفعت النفايات النووية اللي رموها الدول الأخرى في البحر، واللي رمتها كل من إيطاليا وسويسرا في السواحل الصومالية وخلاوها. وجات العاصفة ورمت هاد النفايات في اليابسة وسط الناس، وهادشي اللي أدى لظهور بزاف ديال الأمراض اللي غريبة بقوة المواد المشعة اللي في هاد النفايات النووية. وخا هادشي كامل اللي وقع، المنظمة العالمية لوزارة الصحة صنفت الحالة لكارثة طبيعية. والحاجة اللي غريبة هو أن العالم كامل كيتعاون مع الدول الأخرى وكل شي نسى الصومال، وحتى الإعلام ما وجهش الكاميرات ديالو لهاد الكارثة. والولايات المتحدة والدول الكبرى ما قدروش يتدخلوا، حيتاش بكل بساطة برروا الأمر وقالوا بأن ما كاينش دولة اسمها الصومال وما كاينش من نقدروا نعطيو المساعدات. ولكن هادشي هذا ماشي مبرر، حيتاش الناس في الصومال من بعد هاد الكارثة فقدوا جميع الثروات ديالهم. ولكن مع الأسف الصومال ما كانت كتعاني من تسونامي وصافي، الصومال دابا كتعاني من الحرب الأهلية، وهادشي كامل دفع الناس اللي كانوا مسميين راسهم حراس السواحل وتحولوا إلى قراصنة السواحل باش يربحوا الفلوس. وفي السنة ديال 2005 فاش كانت واحد الناقلة ديال الغاز الصينية دايزة من حدا السواحل ديال الصومال، قاموا مجموعة من القراصنة ديال الصومال بالمحاصرة ديالهم للسفينة وهاجموها واحتجزوا جميع الطاقم ديال السفينة، وطلبوا هاد القراصنة واحد المبلغ كبير من الحكومة الصينية باش يطلقوا السراح ديال الرهائن والسفينة. والصينيين وافقوا على هاد الصفقة اللي كانت المبلغ ديالها أكثر من 315 ألف يورو.
وسلموا هذا المبلغ هذا للقراصنة وقدروا يحرروا الرهائن ديالهم والسفينة. ولكن القراصنة تفاجئوا بهذا المبلغ الكبير بزاف واللي كان ساهل بالنسبة ليهم. وديروا في بالكم بأن هذه ماشي هي أول عملية ديال القرصنة، ولكن هاد العملية كانت من الأوائل ديال عمليات القرصنة اللي طلبوا فيها فدية ونجحات. ومن هاد اللحظة ما غاديش توقف العمليات ديال القرصنة في الصومال. ومن بعد ما بقاو القراصنة ديال الصومال كيربحوا بزاف ديال الفلوس من القرصنة، والموضوع قدر يتحول لفرصة ديال الاستثمار بالنسبة لهاد القراصنة. ومن هاد الاستثمار اللي كان بالنسبة ليهم واحد طريقة سهلة وكيدخلوا منها بزاف ديال الملايين ديال الدولارات، ولاو كيشريو الأسلحة اللي متطورة بزاف من بعض الانفصاليين اللي خارج الصومال، واللي قدروا بهاد الأسلحة يطوروا من راسهم في القرصنة. وهادشي كامل باش يوليو يدخلوا بزاف ديال الفلوس كتر من الأول، حيتاش هادشي اللي وقع أصلا. ومن بعد سنوات قليلة ولاو القراصنة كيدخلوا بزاف ديال الفلوس كتر من الأول. وفي السنة ديال 2008 اختطفوا القراصنة ديال الصومال واحد الناقلة ديال البترول سعودية اللي كانت متجهة لأمريكا. وهاد الناقلة ديال البترول كانت فيها أكثر من 2 مليون برميل ديال البترول اللي كانت القيمة ديالها أكثر من 150 مليون دولار. والقراصنة عرفوا القيمة ديال هاد السفينة 150 مليون دولار، وطلبوا واحد المبلغ خيالي اللي هو 25 مليون دولار. وهددوا شركة أرامكو السعودية باللي إلا ما عطاوهمش هاد المبلغ في الوقت المحدد غادي يفجروا السفينة بالطاقم ديالها. وهاد التهديد هذا قدر يدفع الشركة السعودية للتفاوض مع هاد القراصنة، وهاد المفاوضات بقاو حتى عطاوهم المبلغ اللي طلبوا منهم وتحررت السفينة. ومن بعد هاد الحادث ناضت روينة في الإعلام العربي وخصوصا الإعلام السعودي. بكل بساطة كيفاش كانت السعودية كتقدم المساعدات للصومال في الأول، وهاد القراصنة المجرمين ما عقلوش على الخير، والدول العربية كاملة تقلبت ضدهم وحتى الشعب الصومالي. ولكن القرصنة ما توقفتش، حيتاش كيف ما كنعرفوا بأن بزاف ديال السفن ضروري خصهم يدوزوا من هذا المعبر اللي بين الصومال واليمن اللي كتعتبر واحد من أهم المعابر في العالم. ولكن هادشي هذا كامل غادي يتغير في السنة ديال 2009، حيتاش في هاد السنة كانت واحد السفينة أمريكية، وهاد السفينة الأمريكية كانت هزة أطنان ديال المساعدات الإنسانية. والطاقم ديال هاد السفينة اللي كان متكون من 23 شخص. هاد السفينة هادي كانت دايزة من سلطنة عمان إلى جمهورية كينيا. والرحلة في الأول كانت مزيانة بالنسبة للطاقم ديال السفينة، ولكن بمجرد ما دخلنا المياه الإقليمية ديال الصومال غادي يتجمعوا على السفينة بزاف ديال القوارب ديال القراصنة، وكل قارب من هاد القوارب فيه أكثر من 5 ديال الأشخاص اللي كانوا متسلحين. والطاقم ديال السفينة حاولوا يطلبوا المساعدة وجهزوا راسهم من أجل الدفاع من هاد الهجوم، ولكن القراصنة قدروا يوصلوا للسفينة وطلعوا فيها وقدروا يختطفوا القبطان ديالها فيليبس. والسفينة كملت الطريق ديالها والقراصنة داو معاهم القبطان فيليبس. ودابا القراصنة بداو اللعب ديالهم مع أمريكا. بمجرد ما ساقت أمريكا الأخبار طلبت أمريكا من القراصنة يطلقوا القبطان في أقرب وقت ممكن، ولكن ما بغاوش وطلبوا منهم الفدية بالمبلغ ديال 2 مليون دولار أمريكي. ولكن الولايات المتحدة رفضت الأمر كليا. ومن بعد 4 أيام فقط أمريكا صيفطت الجيش ديالها للصومال وقدروا يحددوا المكان ديال القبطان اللي كان هز معاه واحد GPS هو اللي قدر يحدد لهم المكان ديالو. وهجم الجيش عليهم وقدر يقتل الأغلبية ديال القراصنة واعتقلوا بزاف منهم، وقدروا يحرروا الرهينة القبطان فيليبس. وهادشي اللي كيبين أن السفينة كانت مشد راسها لهاد الهجوم من الأول، وجهزوا القبطان بجهاز التعقب. بغيت الرأي ديالكم في التعليقات، واش كتظنوا بأن الولايات المتحدة استعملت السفينة كطعم للقراصنة؟
من هاد اللحظة أمريكا قدرت تسيطر على المحيط بسبب دعمها للأنتربول، اللي قدرت تدير واحد الممر آمن للسفن، وتم القضاء على هاد القراصنة بشكل شبه كلي. وبهذا الشكل هذا قدرت الولايات المتحدة أنها تسيطر على هاد القراصنة اللي كانوا كيشكلوا تهديد على العالم. وإذا كنتي وصلتي حتى لهنا ما تنساش تشترك في القناة وتضغط على الزر ديال لايك، وتهلاو نتلاقاو في الحلقة الجاية.